متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل حلا بارد وسريع وصحي. فاحنا معانا ايه بقى؟ ده نص كيلو لبن. طبعا يعني هو انا دفيته شوية الاول عشان اعرف ادوب فيه. هدوب فيه ايه بقى؟ بودرة الكريم كراميل، البودرة مش الصوص. طبعا ده نص كيلو زي ما حضراتكم شايفينه كده. حطيت عليه 2 كيس بودرة كريم كراميل. ما حطيتش سكر نهائي لان انا بستكفي بالحلا بتاع السكر وبتاع الفاكهة، لان انا زي ما قلت قبل كده ان ده حلا صحي وجميل وسريع. ودول معلقة نشا واحدة برضو خدتها بعد ما بدأ يغلي معايا اللبن على النار. بدأت نزلت بشوية حبة اللبن الصغننين دول مع معلقة النشا، عشان يعني انا محتاجة قوام سميك شوية بس ما يبقاش سميك قوي. وطبعا معايا فراولة غسلها كويس قوي، قطعتها زي ما حضراتكم شايفين كده. وده طاجن كيك دهنته، لازم يدهن. ونزلت بالفراولة المقطعة زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده. وكمان معايا 3 حبات موز، 3 4 على تبع الكمية اللي انتي هتشتغليها. انا الطاجن بالنسبة لي كان هيبقى كفاية عليا ال4 صباع موز دول. طبعا قشرهم وقطعهم كويس جدا. فهنا معانا الموز ومعانا الفراولة، واحنا عارفين ان طبعا الفاكهة مفيدة لجسمنا. الموز ده طبعا معانا مغنيسيوم، مفيد جدا لصحة الدماغ، مفيد لعضلة القلب، يعني كلها حاجات جميلة وكلها حاجات هتفيدنا. طبعا هنقطعه كويس. وكمان الفراولة نسيناها، الفراولة جميلة جدا، غنية بفيتامين سي، فيها مضادات أكسدة زي ما احنا عارفين طبعا. كمان بتبقى كويسة لصحة الحامل والجنين. يعني كلها حاجات جميلة. احنا لما بناكل، انا بحب الاكل عندي يعني صحة، مش اكل ان انا اكل اي حاجة وخلاص، لا، لازم نكمل العناصر في بعض، لازم ناكل حاجة تفيدنا في جسمنا وصحتنا. فانا بهتم بالنقطة دي قبل ما اني اكل او اعمل اكل. فهنا طبعا معلش انا يمكن بطول عليكم، بس انا بحب لو عندي معلومة بحب افيد غيري، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتي طبعا. فطبعا كده الموز انا بقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، قطع صغيرة، اللي بيها متبقاش حجم الاكلة معايا فيها كلكعة او فيها حاجات سميكة تضايقني في الاكل. فانا قطعت بالشكل ده او بالحجم ده زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد طبعا ما الكمية هتخلص معايا، انا نزلت طبعا قبل كده بالفراولة اللي مقطعة. وبعد كده ده الموز معايا خلاص كده جهز، هنزل بيه في القالب بتاع الكيك مع الفراولة. وطبعا هقلبهم في بعض. ممكن حضراتكم تقولوا طب ليه ما حطيتهمش على بعض من الاول ونزلتي بيهم في قالب الكيك؟ لا، انا بحب ايه بالشكل ده على اساس انهم ما يتعجنوش بعض، بالذات الموز. عندي الموز طبعا بيبقى طري شويه، فانا عاوزاه ياخد شكله اللي هو متقطع بيه، ما ياخدش شكله هو اتهرس مني او اتعجن مني، لا، انا عايزاه بالشكل ده. انا نزلت بيهم كده في قالب الكيك حضراتكم شايفين معايا. طبعا هبدا اغمزهم في بعض، وبعد كده بشويش جدا هقلبهم في بعض. طبعا معانا عنصر ثالث او رابع، مكون رابع يعني. معايا باكو بسكويت ساده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، اي نوع عادي مفيش مشكله. وده مش هطحنه، لا، انا هكتفي ان انا يعني اكسره كده زي ما انتم شايفين، بحيث انه ما يبقاش يعني كده مطحون معايا بودر، لا، انا عايزاه يعني يبقى قطع صغيره بالشكل ده. وطبعا هنزل بالبسكويت مع الموز مع الفراولة، واجي اقلبهم. حضراتكم شايفين انا بقلب ازاي؟ بشويش من تحت لفوق من تحت لفوق. ليه؟ عشان بس ما عجنش الموز معايا ويعجن كده بقى منظره مش حلو. نفس الموضوع برضو انا نزلت بالقطع البسكويت بالشكل ده،
وطبعا قلبتها زي ما شفت حضراتكم من شوية. وهنا طبعا خليط اللبن مع الكريم كراميل مع معلقة النشا اللي انا دوبتها، طبعا من غير سكر خالص. انا هنا معتمدة على سكر بودر الكريم كراميل مع البسكويت مع سكر الموز. يعني من الاخر هي وصفة صحية وجميلة، ناكل منها براحتنا، ياكل منها حتى مريض السكر مش هترفع معاه السكر بالشكل السيء. فهنا انا نزلت طبعا بالكريم كراميل، حضراتكم شايفيني كده لغاية ما ابدأ اغطي الكمية كويس متبقاش حاجة باينة، وابدأ اسويها طبعا من على الوش كده. وطبعا اللبن هو بارد او دافي بسيط جدا عشان ما يغيرش معايا الفاكهة. وكده انا انتهيت من كل الطاجن، ظبطته كله بكل مكوناته، وكده هدخل بيه على الفريزر لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع، هو يعني مش هياخد وقت معايا. وبعد ما خرج من الفريزر الطاجن قلبته على طبق بالشكل ده او سيرفيس ايا كان، وبقى معايا بالشكل الجميل ده. ايه رأي حضراتكم بقى؟ شبه طاقية السلطان انا بشبهه بكده، فشكله جميل طبعا وتحفة. طبعا حاولت ازينه برضو بصوص الفراولة اللي انتوا شايفينه ده معايا، طعمه جميل جدا على فكرة. بالشكل ده جميلة جدا جدا، طبعا حاجة سهلة سريعة جميلة مغذية، والف هنا وشفا اللي جرب. حبايبي اللي بيشوفني اول مرة ما تنسوش تشتركوا في قناتي المتواضعة، وكمان يعني عشان تشرفوني وتنوروني. وشكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.